التفويت في الدوري المصري، الموضوع بقى منتشر قوي قوي. اصل الزمالك فوتت لبيراميدز الماتش، اصل عواد باع ارضه زي ما قالوا، ده غير الحاجات التانية طبعا اللي اتقالت. اتهامات واشاعات بيرددها الجماهير، ولكنها لا اساس لها من الصحة. ده مش الزمالك بس، تعالوا كده نفتكر مباراة الاهلي وسيراميكا لما اتهموا المدرب علي ماهر وقالوا انه باع المباراة او فوت المباراة للنادي الاهلي. احنا في التوقيت ده كزملكاوية المفروض ان احنا نقول فوتوا المباراة، علشان تيجوا بعد كده الاعلام الاهلاوي. وطبعا احنا شفنا وسمعنا شوبير والقيعي لما قالوا ان الزمالك فوت لبيراميدز. مين قال لكم ان الزمالك فوت لبيراميدز؟ مدرب الزمالك نفسه طلع ونفى ده، كابتن ايمن الرمادي، قال لك احنا مش هنغامر باسم الفريق، ولا يمكن مدرب هيدي تعليمات للفريق انه يخسر، لان هو هيفقد الثقة وهيفقد الاحترام. طيب اللعيبة اخفقوا، اخفقوا، لعيبة الزمالك اخفقوا، وبشكل خاص عواد، ويحاسب. لان احنا كزملكاوية هنرفض تماما ان في حاجة اسمها تفويت مباراة لبيراميدز. وكما يقال خلف الكواليس، اصل الزمالك هيسيب المباراة لبيراميدز علشان بيراميدز ياخد الدوري. اصل بيراميدز لما ياخد الدوري احسن من ان الاهلي ياخد الدوري، مقابل ان بيراميدز يفوته للزمالك انه ياخد الكاس.